ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، ديت طبعا يعني وصفة غير الوصفات التانية. طبعا بدأنا نعمل دايت تاني عشان لخبطنا طبعا في العيد كتير. بس لخبطنا، بس مش اللخبطة اللي هي يعني لخبطنا بس مش قوي، بس برضو لخبطنا. دي طبعا كانت وجبة الغدا بتاعتي. زي ما انتم ما شايفينها كده. اهم حاجة طبعا السلطة يا جماعة. بس انا بقى بصراحة ما قطعتش السلطة، انا قلت انا هاكل خيار وجزر وفلفل وطماطم وزيتون. ما قطعت السلطة بصراحة، انا حبيت اكلهم كده يعني. فدي كانت وجبة الغدا بتاعتي. معلش بقى الكاميرا فصلت وانا بصور لكم الفطار، فمعلش متأسفة. هنزل لكم برضو وجبة الفطار، انا فطرت ايه. بس انا عامة يعني هقول لكم انا فطرت ايه. انا فطرت بيضاية ونص رغيف، وشربت كوباية نسكافيه بس بدون سكر. طبعا اللي حابة تبدأ معايا دايت تكتب لي في التعليقات، وانا انزل لك كل يوم انا بفطر ايه واتغدى ايه واتعشى ايه. وطبعا ما تنسونيش في اللايك، واللي ما اشتركتش في القناة تخش تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصل لها كل جديد. طبعا كوباية البرتقال ديت دوت كان السناك بتاعي ما بين الغدا والعشاء. وجبة الفطار بتبقى من الساعة 2، من الساعة 7، معلش اسفة، من الساعة 7 ل9 الصبح. دي وجبة الفطار بتاعتك. والغدا من الساعة 2 ل5. والعشاء من 7 ل9. طبعا البرتقال دوت من غير سكر يا جماعة. انت مسموح لك معلقة سكر واحدة بس في اليوم. بس انا ما خدتهاش ولا في البرتقال ولا في النسكافيه. ما تنسونيش بقى في لايك حلو كده، وعايزة دعوة حلوة كده منكم وتشجعوني. طبعا احنا لخبطنا في العيد جامد جدا، بس برضك ما كنتش ملخبطة قوي. بس يلا بقى نبدأ مع بعضينا. واللي حابة تبدأ معايا تكتب لي في التعليقات، وانا انزلك كل يوم انا هفطر ايه واتغدى ايه واتعشى ايه. ونمشي مع بعض في الدايت، وان شاء الله كلنا نخس يا جماعة اللي حابة تخس يعني. وديت كانت وجبة العشاء بتاعتي، كانت تفاحتين. ديت بصراحة يعني انا خدت 2 عشان خاطر كان معايا زين بيعمل معايا دايت. فألف هنا وشفا ليه. وما تنسونيش بقى في لايك حلو كده وتشجعوني. وانا هنزل لكم كل يوم بوصفة جديدة واكلة جديدة. واللي حابة تعمل معايا دايت تكتب لي في التعليقات، وانا هنزل كل يوم انا بمشي النظام بتاعي ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.